مسافر بعربيتي وفقدت الطريق وتهنا في منطقة نائية مفيهاش صريخ ابن يومين. هدوء شديد اقتحم طنين قوي جدا بينخر في طبلة وداني وودان كلب تيمو، شبه تردد عالي كده من الأمواج الصوتية. نزلت بسرعة من العربية وبدأت أدور على مصدر الصوت اللي كان قادر حرفيا انه يمنع عضلاتي من الحركة. من بعيد ظهر ظلال لشجر كتير وكأنها غابة كثيفة مرمية على طرف الطريق الأسفلتي، كان بيبعدني عنها مسافة أكتر من 2 كيلومتر. سبت تيمو جوه العربية وقفلت عليه كويس وجريت بأقصى سرعة عندي في اتجاه الغابة على أمل ألاقي بيوت وناس تساعدني. بعد لحظات قصيرة ما قدرتش أكمل وفقدت كل طاقتي، ولاحظت شيء غريب. كل ما بجري في اتجاه الشجر أحس إن المسافة بتطول والشجر بيبعد أكتر وأكتر وأكتر، وكأن في شيء مجهول بيمنعني من الوصول هناك. ما كنتش قادر أواصل وكان لازم أشحن طاقتي. قررت أرجع وأركب عربيتي وأدور على مكان أشرب فيه قهوة وناكل لقمة أنا وتيمو. أكتر شيء غريب لاحظته أثناء سفري، مطبات الطريق مزعجة جدا بشكل غريب وحجمها غريب. أول مرة أشوف شيء بالتصميم ده، لدرجة إنها خلت عربيتي تتهز بقوة وتترج. ومع كل رجة تيمو كان خايف جدا، زي ما يكون المطبات مقصودة إنها تبطئ من العربيات على الطريق لسر ما لا نعلمه، في حين إننا مش على منطقة سكنية خالص. بعد بحث طويل وسواقة لساعات أخيرا لقينا استراحة على جنب الطريق. إحساسي بالوقت كان غريب، الزمن مش على طبيعته خالص، كأننا في مكان خارج الزمن. الأكل في الاستراحة ما كانش له نفس المذاق اللي نعرفه، وكأن في حاجة غريبة في الجو بتخلي كل شيء مش حقيقي. كملنا رحلتنا وبعد ساعات من السواقة فجأة لقيت نفسي ظهرت من جديد في نفس المنطقة النائية، وكأني بدور في دايرة مفرغة أو حلقة مفيش منها مخرج. هنا بدأت القلق والخوف يتملك قلبي، وبان أكتر على تيمو الرعب لدرجة إنه فضل يهوي بأعلى نبرة صوت عنده. كنا خايفين جدا، لكن كانت هناك حاجة غريبة بتحصل ما شفتهاش. أول مرة جيت المكان ده الجو بدأ يتغير فجأة، والسماء اتقلب لونها وتحول للون الأصفر، والأرض اسودت واتهزت كأن في زلزال قوي بيضرب المنطقة. وأثناء ما ده كله كان بيحصل رجعنا تاني نسمع صوت الطنين بتردد أعلى من قبل كده، وبدأ بعدها نسمع صوت غير مفهوم مش واضح إنه لغة، كأنها همسات جاية من ورا الشجر اللي موجود على بعد 3 كيلومتر، زي ما يكون الغابة بتتكلم معانا وبتبعت رسائل لينا مش مفهومة. أنا اتجمدت في مكاني من فرط الهلع. عقلي فجأة اتوقف عن التفكير. تيمو الكلب بتاعي وقف جنبي وبدأ يخرخر بصوت واطي بعد ما حس بإن في حاجة بتقرب علينا. احنا حاسين بيها بس مش قادرين نشوف ايه اللي جاي علينا من المجهول، مش قادرين نشوف. سؤال واحد بدأ يدور في ذهني، يا ترى ايه اللي جاي علينا من الغابة؟ ايه اللي جاي علينا؟ استنوا الجزء التاني.